السلام عليكم. فيديو النهارده هتقدري تعملي من ربع كيلو لحمه مفرومه سندوتش الحواوشي البلدي. هيعمل لك كمان 6 رغيفه. اللي ما يعرفش الحواوشي هو احد اكلات الشارع المصري الرهيبه. النهارده هنعمل الحواوشي بالعيش الجاهز، بس المره دي هعمل لكم تتبيله محترمه وهتاكلوا صوابعكم وراها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمل ايه النهارده. عندنا ربع كيلو لحمه مفرومه. لازم يكون فيها نسبه دسم بسيطه عشان تديك طعم مميز، والحواوشي بيحتاج طبعا نسبه دسم شويه. هنحتاج بهاراتنا: معلقه كبيره ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره من اللي هي بتاعه البهارات ملح، ومعلقه كبيره بتاعه الاكل بهارات حواوشي، ونص معلقه صغيره 7 بهارات او كبابه صيني. هنحتاج توم طبعا، وبصلتين حلوين، هنحتاج طماطمتين حلوين، هنحتاج بقى اي خضار عندك، فلفل احمر، اخضر، اصفر، ممكن تستبدليهم بفلفل اخضر بس، وطبعا فلفل سبايسي للناس اللي بتحب الحواوشي سبايسي. هنحط قد ايه توم؟ هنحط معلقه توم كده حلوه. وهننزل بقى كل بهاراتنا دي فين؟ في التتبيله الجميله. ليه احنا قلنا بنحتاج اللحمه المفرومه فيها دسم عشان تدينا طعم حلو. هو الحواوشي لازم يبقى فيه دسم. تمام، هننزل كل المكونات دي على بعض. انا ليه ما حطيتش الفلفل السبايسي ولا الجبنه التركي؟ هنخليهم دلوقتي على جنب، هقول لكم ليه. هنعجنها كويس. كل كوره يا بنات يعني من 100 جرام على قد حسب الرغيف. لو عندك عيش بلدي اكبر من ده شويه هتبقى 150 جرام. بصوا احنا فتحنا العيش ازاي. طبعا عيش بلدي او عيش برده طبعا اللي تفضليه، بس انا عاملاه بعيش برده، طبعا طعم مميز كده وطعمه جميل قوي قوي قوي. هناخد كل كوره نفردها حلو كده. بصوا انتوا تفكروها ان هي صغيره، لا بس هي مش صغيره. بصوا هي هتتفرد في الرغيف ازاي. طبعا الرغيف ده ممكن تحطيه في الفرن، وممكن تقليه في طاسه على النار. احنا هنحطه النهارده في طاسه على النار، بس لو هتدخليه الفرن طبعا بتدهني وشه وتحطي في الصينيه شويه زيت. لو هتقليه على النار برضو هنحط على وشه شويه زيت زي ما انتوا شايفين كده. احنا حطينا الكوره بتاعه اللحمه، وحطينا الجبنه التركي فوق الوش، واللي عايز بقى الفلفل سبايسي يحطه فوق الوش لو عايزه تعجنيه. تمام. نسيت اقول لكم يا بنات، يا ريت الطماطم نشيل منها القلب بتاعها عشان ما نبوش العيش مننا. تمام، نحط بس نشيل البذر بتاعها او القلب بتاعها. وهنحط بص الجبنه التركي، طبعا عايزه تستبدليها بجبنه شيدر مفيش مشكله، جبنه موتزاريلا، مش عايزه جبنات خالص برضو مفيش اي مشاكل، مش هيقولك لا. بصوا حطينا كده الفلفل السبايسي. هنبدا نجيب طاسه على النار، يا دوب هنحط لها شويه زيت صغيرين، وهنبدا نحط فوق الوش العيش زيت. ليه؟ عشان لما نقلبوه يتحمر مننا ويتحمص. انتوا اكيد سمعتوا في اول الفيديو الصوت، وهسمعه لكم تاني كمان. زي ما انتوا شايفين كده هننزلوه ونضغط عليه كده يا بنات بسباتشولا او باي حاجه، بحيث ان كل اللحمه والخضار اللي احنا حاطينها والجبنه يلزقوا في بعض عشان ما يفكوش مننا. بصوا احنا قلبناه. بصوا سامعين؟ هسمعكم الصوت. بصوا سمعتوا الصوت؟ سمعتوه؟ طبعا انا بغطيه عشان يتحمر كده واللحمه جوه تستوي. ما بحطوش على نار عاليه قوي عشان اللحمه اللي جواه تستوي حلو. طبعا هي كميه صغيره فمش هتاخد وقت. بصوا هنبدا نقطعوه، هو طبعا سخن جدا. بصوا هتعملوه في 5 دقايق. عمل معايا الربع كيلو لحمه مفرومه عملت معايا 6 كور، يعني 6 رغيفه. هيعجبكم قوي قوي، وسهل ومش بياخد وقت. وتقدري تعمليه لو انتي حرانه ومش عارفه تعملي ايه، تقدري تقومي تعمليه، والحاجات دي كلها موجوده عندنا في البيت. لو وصلتي لغايه هنا وعجبك الفيديو واستفدتي منه، يا ريت اللايك الحلو بتاعي وكومنت حلو منكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، ووصفات برضو خفيفه وسهله كده عشان الحر. اشوفكم على خير. هتوحشوني في الفيديو جاي. باي باي، مع السلامه.